بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم معاكم دكتورة منار من قناة نيو مامي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع مهم جدا، هنتكلم عن مرضى السكر والشوفان. هو ده موضوعنا النهاردة بإذن الله. بس زي ما احنا متعودين يا جماعة نذكر الله يا جماعة، لا إله إلا الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما تنسوناش يا جماعة دايما من صالح دعائكم، كنا في أمس الحاجة إلى الدعاء. اللهم اشفني واشف مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. ما تنسوناش دايما يا جماعة من صلاح دعائكم بالشفاء وسعة الرزق، فإنه يعني الحمد لله على كل حال. دايما الإنسان لما بيبتلى لازم يعرف إن ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى، ومفيش أحد من ربنا سبحانه وتعالى. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بيحتاج مرضى السكر إلى اتباع أنظمة غذائية لتفادي أي مضاعفات تنتج عن العشوائية في تناول الأطعمة. طبعا أي لخبطة في النظام الغذائي بتأثر بشكل كبير جدا على مرضى السكر، وبتعمل لهم مضاعفات مش كويسة أبدا. طبعا الشوفان بمثابة الغذاء الطبيعي الأمثل للأشخاص اللي بيعانوا من مرض السكر والأشخاص الحريصين على الأكل الصحي والرياضيين. هو طبعا وجبة متكاملة بطيء الامتصاص، بيعطي شعور بالشبع، وبالذات للأشخاص اللي بيعانوا من السمنة وعايزين ينقصوا وزنهم. ممكن ان احنا نتناول الشوفان مع الحليب الدافئ قليل الدسم، في حال لو الشخص اراد طبعا ان هو يحليه او يديله طعم حلو. ممكن ان احنا نضيف معلقه من العسل. ممكن ان احنا كمان نتناول خبز الشوفان او نضيفه للمشروبات الطبيعيه. يعني دي افكار كتيره لاستخدام الشوفان. طبعا اول طريقه كل الناس عارفاها ان هو يضيفوا عليه لبن ويحلوه بمعلقه عسل وياكلوه، او ممكن يضيفوه للسلطات او بانواع المختلفه. اي سلطه ممكن تحطوا عليها شوفان، او بيتعمل برضو في خبز مخصوص اسمه خبز الشوفان، بيتعمل برضو من الحاجات الجميله جدا، او بيتضاف للمشروبات الطبيعيه او العصاير. طبعا حاجه مليانه جدا بالالياف والبروتين، فمهمه جدا وبالذات كمان لمرضى السكر والرياضيين والناس اللي بتعمل دايت وعاوزه تقلل وزنها بشكل كبير. طبعا بيعد الشوفان من الحبوب الكامله الخاليه من الجلوتين، والمناسبه لمرضى حساسيه الجلوتين. طبعا في ناس عندها حساسيه من الجلوتين وما بتقدرش انها تستخدم اي حاجه فيها دقيق، بيعمل لها ارتشاح في الامعاء، بيعمل لها حساسيه، بيعمل لها اكزيما. ممكن ان هو بتظهر على كذا شكل وكذا حاجه، فالمفروض ان هم يبقوا بعيد عن الجلوتين بشكل كبير. الشوفان من الحبوب الكاملة الخالية من الجلوتين، والمناسبة لمرضى حساسية الجلوتين. كمان بيحتوي كمان ما بيحتويش على الكوليسترول، فعشان كده مناسب كمان لمرضى الضغط والكوليسترول ومرضى القلب. كمان ما يمكنش الجزم بالنسبة للشوفان المعالج الموجود في الأسواق ان ده مناسب لكل الناس او لكل الأعمار او للناس اللي عندها حساسيه من الجلوتين او مرضى القلب، لان الشوفان الموجود في السوق ممكن يكون معدل وراثيا، او اللي بيعانوا طبعا من الاضطرابات الهضميه او عدم تحمل الجلوتين او حساسيه الجلوتين. من المستحسن طبعا ان احنا نتحقق من الليبل او الملصق قبل ما نستهلكه، علشان طبعا نتاكد ان هو امن للاستخدام. ومبدأنا طبعا في التغذيه قوله تعالى سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. طبعا الاعتدال مطلوب دايما، لا افراط ولا تفريط، علشان طبعا نكون باذن الله في اتم صحه واسعد حال. يا رب باذن الله الفيديو يكون مفيد لكم النهارده. ما تنسوناش دايما من دعواتكم، انا في امس الحاجه الى الدعاء. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، امين يا رب العالمين، ووسع ارزاقنا. ما ننساش يا جماعه نعمل لايك للفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، شير يعني مشاركه لكل اصحابنا علشان الكل يستفيد، وتشاركونا اجر نشر المعلومه. وما تنسوناش دايما من صالح دعواتكم، وتشتركوا في القناه ممكن من اشتراك او سبسكرايب موجود تحت الفيديو، ونفعل الجرس عشان ان شاء الله كل ما ننزل فيديو يوصل لكم باذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.